بصوا ده طبق بقى كده للأزمات وقت الجوع، نطلعه ونعمله سريع جدا جدا جدا. عبارة عن ايه الطبق ده؟ عبارة عن شوية خضار، فلفل ألوان، وعندي كرومب، وعندي مشروم، وعندي بصل، عندي معلقة معجون طماطم أو معلقتين صلصة تقيلة، عندي صويا صوص، وعندي أي نوع نودلز، عندي نشا، وعندي مية، وعندي بصل بودر وبابريكا، سوري، هو جنزبيل. اول حاجه بعمل ايه؟ بشوح الخضار بتاعي في شويه زيت. اولا هنزل بالبصل لان البصل بيحتاج انه ياخد وقت في السوا. هنزل بالبصل اقلبه تقلبتين، وبعد كده بالفلفل الالوان هنقلب تقلبتين، وبعد كده الكروم، وفي الاخر حاجه المشروم لانه مبياخدش وقت. نقلب كل الكلام ده كويس، وهنغطي عليه بقى ونخلي النار متوسطه عشان بقى يدبل، نزل ميته ويشربها. بعد كده هنعمل الصوص بتاعي عباره عن نشا، صويا صوص، عبارة عن زي ما قلت لكم المعلقتين صلصة تقيلة أو معلقة معجون صلصة، كوباية مية، وأقلب كل الكلام ده وأحط المنكهات بتاعتي، عبارة عن جنزبيل وبصل بودر وفلفل أسود. طبعا هنحط الملح، بس خلي بالنا لأن دي فيها صويا صوص مالحة، في نوع مالح في نوع ما فيهوش ملح. أنا حطيت شوية صغيرين بس، وهنشوف بعد كده الطعم أثناء ما أحطها على الخضار. انا بحب هنا يبقى الحاجه فيها سويتي كده، يعني ايه، مسكره كده شويه، فحطيت معلقه عسل صغير. للناس اللي بتحب الحاجه المسكره قوي حطي معلقه كبيره، بس انا حطيت معلقه صغيره لان في ناس ما بتحبش عندي المسكر. بعد كده هحط بقى، شوف الخضار دبل ازاي، هحط كوب الصوص اللي احنا عملناه، واحط النودلز بقى. ممكن على فكره نستخدم اي نوع مكرونه، ممكن كمان نستخدم الشعريه على فكره فيها، بس الشعريه تبقى الطويله مش المكسره. ونطلعها بشويه هنلاقيها كلها دبلت كده وشربت بقى الصوص بتاعنا، بس ما تنشفيش الصوص قوي. لو حسيتي محتاجه ميه زودي شويه ميه صغيرين، واحده واحده يعني، ما تزوديش ميه واحده كتير. انا حطيت بقى ده، انا بحب السبايسي، فحطيت بصراحه الشطه اللي كانت في معلقه اندومي حطيته. بس كده وصفه فظيعه، واللي ما بيعرفش ياكل بالعصايه السوشي برضه انا ما بعرفش اكل بيها. اكله بقى صيني، اللي بيحب اكلات الصيني، اكله فظيعه وسريعه، لجوع اخر الليل، لجوع في نص اليوم، بقى زي ما انت عايزه. بس كده الوصفه خلصت، يا رب يكون عجبتك، ولو عجبتك ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. اقول لكم السلام عليكم.